شعور بالحزن والإحباط لما تشوف ابنك أو بنتك قصير وسط أصحابه كده، جسمه مش بينمو زيهم يعني. والكارثة بقى إيه؟ الكارثة إن السبب يكون ساكن جوه جسم طفلك من غير ما تعرف. في هرمون صغير يا جماعة اسمه هرمون النمو. هرمون النمو ده لو نقص ممكن يدمر مستقبل طفلك. مش بس الطول اللي بيتأثر، لا ده كمان البلوغ ونمو العضلات ونمو الأعضاء التناسلية. أكبر غلطة بتقع فيها الأهالي إن هم بيستنوا لحد ما يكتشفوا الموضوع متأخر. دايما بيسمعوا كلام الناس، بكرة يطول، ما تخافش، فلان كان كده وطول، ايه الحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها وبنسمعها. ودي طبعا اخطر حاجة، لان هرمون النمو ده هرمون صغير جدا بيطلع من غدة اصغر موجودة في المخ اسمها الغدة النخامية. الهرمون ده يا جماعة هو اللي بيقول لجسم الطفل اطول، كبر العظم بتاعك، زود العضلات، استعد للبلوغ. الهرمون النمو ده اما بيقل، الطفل بس مش بيبقى قصير، لا ده كمان بيحصل له بيحصل له ضعف في العضلات بتاعت جسمه. البلوغ عنده بيتأخر، الأعضاء التناسلية كمان ما بتكبرش بالشكل الطبيعي. الخطير بقى ان العلامات دي بتظهر بدري جدا. لو اخدت بالك منها هتنقذ طفلك من البداية. ازاي؟ لو لاحظت مثلا ان طفلك مش بيطول زي اصحابه، او طوله ثابت لفترة طويلة، او نمو جسمه كله بطيء، اللبس القديم بتاعه مثلا مش بيضيق عليه زي باقي الاطفال، لو لقيت الأعضاء التناسلية بتاعته مش بتنمو بالشكل المتناسب مع عمره، أو البلوغ اتأخر بعد السن الطبيعي اللي هو المفروض يحصل فيه عنده البلوغ. لو العلامات اللي أنا قلتها دلوقتي ظهرت، أرجوك ما تستناش، هنا لازم تتحرك فورا وتكشف عنده دكتور غدد أطفال. ايه أول حاجة بيطلبها الدكتور غالبا؟ بيطلب تحليل هرمونات النمو، بيقيس مستوى حاجة اسمها IGF 1 في الدم. تاني حاجة بيعمل اختبار تحفيز هرمون النمو عشان يبقى عارف الغدة النخامية دي بتطلع الهرمون صح ولا بتطلعه مش صح. تالت حاجة بيطلب تحليل هرمونات الغدة الدرقية TSH وفري T4، لأن قصور الغدة الدرقية ساعات برضو بيعمل قصر في القامة. أحيانا بيطلب تحليل هرمونات البلوغ زي ال LH وال FSH لو في تأخر في البلوغ مع نقص في الطول. بعد التحاليل دي كلها بنعمل حاجة اسمها أشعة عمر العظام بون ايج. ايه بقى أشعة عمر العظام دي؟ أشعة عمر العظام دي أشعة عادية، اكس راي يعني عادية، بتتعمل غالبا على اليد اليسرى، وبتورينا هل عظام الطفل ماشية مع سنه ولا متأخرة. يعني مثلا لو ابنك عمره 10 سنوات، ابنك سواء كان ولد أو بنت عمره 10 سنوات، بس الأشعة بتقول إن العظم بتاعه زي طفل عنده 7 سنوات، هنا هنعرف إن في مشكلة في النمو. الأشعة دي يا جماعة في غاية الأهمية، لأنها بتحدد المشكلة فعلا، نقص هرمون النمو، ولا يعني بتحدد المشكلة إذا كانت في نقص هرمون النمو ولا مجرد تأخير بسيط يعني ممكن يتصلح بمرور الوقت أو يتصلح لوحده.
الميزه بقى ان انت لو اكتشفت المشكله دي بدري، العلاج طبعا موجود. العلاج موجود، اللي هو هرمون النمو الصناعي او العلاجي يعني. ده امن جدا. لو اتاخر طفل في النمو بتاعه بيتاخد بجرعات، لازم تكون الجرعات دي مظبوطه، وبنبه لازم تكون، ما ينفعش ان انا اروح اخدها مني لنفسي، ما ينفعش، لازم تكون تحت اشراف طبيب غدد اطفال مع المتابعه. لو بدأنا فيها بدري طبعا ممكن الطفل يلحق الطول بتاعه والنمو قبل فوات الأوان. الموضوع يا جماعة في غاية الأهمية. العملية مش عملية رفاهية ولا حاجة، لا، دي حياة ومستقبل طفلك. تخيل طفلك كده ما بيموش زي أصحابه والحاجات، كمية الإحباط اللي أنت هتكون موجود والحزن اللي أنت هتكون عايش فيه بالنسبة لطفلك. عشان كده بقول لك لو شفت اي علامه من العلامات اللي انا ذكرتها دي قبل كده في اول الفيديو، على طول يعني الحق قبل ما الوقت يسرقك. هرمون النمو ممكن يغير حياه طفلك بالكامل، بس بشرط واحد: تكتشف المشكله بدري وتتحرك بسرعه. لو عجبك الفيديو شير لكل الامهات والاباء والحاجات دي كلها، ويستفيدوا ان شاء الله بالفيديو. كان معكم دكتور محمد اليماني، قناة طبيب الأسرة، صحتك أمانة.